أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج بطل الحكاية. جات لنا كتير من الاتصالات على شخص موجود في مدينة المحلة وتحديدا في منطقة المبرة. أهالي هناك المنطقة كلمونا وقالوا لنا إن ده ينفع يكون بطل حكايتنا. هنروح نصور معاه ونتأكد ينفع يكون بطل حكاية ولا لأ، وهنستنى رأيكم في الحلقة تقولوا لنا ينفع ولا ما ينفعش. سومي، ازيك؟ عامل ايه؟ بخير والحمد لله. استاذ محمد منورنا ومنور منطقة طلعت حرب. ربنا الاعلام المحترم. سومي، انت المفروض انك سوداني. عايزين نعرف المشاهدين بقالك كام سنة في مصر؟ انا ليا 32 سنة في مصر ومتواجد وفي منطقتي هنا تحديدا في منطقة المحلة هنا. سومي، انا شايف ان حضرتك عندك فرش بتبيع فيه فخار. يعني الفخار ده مهنة جميلة جدا جدا، وبعدين يعني حاجات اثرية من ايام الاجداد وحاجات صحية جدا جدا. انا سألت هنا قال ان حضرتك عندك بتر في رجلك وزوجتك الله يرحمها توفت من اسبوع. عايزين نعرف الناس ايه اللي كان عندها وايه اللي حصل لك وصلنا لكده. والله نحن طبعا عيلة مسكرة، نحن الأربعة عندنا سكر في البيت، أنا وبنات الاثنين وزوجتي. فكان زوجتي كانت عندها كسر في رجليها، فالكسر قبسوها، فجيب تاني اتكسر التاني وقع التاني، فالصف الطبي اللي عمل لها اللي أجرى لها العملية ما اعتنوش بيها، فحصل لها عملية بتاعت غرغرينة وبتروا رجلها. فهي للأسف الشديد إنها حصلت لها عملية تسمم، وديناها مستشفى جامعة المنصورة فيوم واحد ربنا افتكرها. حضرتك هي كان عندها تسمم بعد عملية البتر وتوفت نتيجة تسمم الدم. أيوة توفى نتيجة تسمم في الدم، لأنه الأطباء اللي عملوا لها أهملوها. سومي، احنا عايزين نعرف الناس انت بترت رجلك ازاي؟ البتر تم ازاي؟ الدكاترة بتاع الأوعية شافوا الرجل لقوا فيها إيه غرغرينة، فقال لك لازم يتبتر. انا لما سالت حتى عليك هنا يا سومي لقيت الناس هنا كلها بتحبك على فكره. وأنا كمان بحبهم والله، لأن ده منطقتي دي، أهلي وناسي. الف سلامه عليك يا استاذ سومي، وان شاء الله تبقى زي الفل. واحنا من هنا يا جماعه اللي عايز يجي يساعدنا، احنا حضرتك مكانك معروف اهوت قدام مستشفى المبره. وانت راجل مكافح، وانا سعيد ان انت بتكافح وبتبيع وشغال وما استسلمتش. لا بالعكس، انت موجود وربنا يكرمك ان شاء الله. وهديك حاجه بسيطه بقى، هديه من عندنا من نبض العاصمه، مجموعه من الدكاتره المحترمين هم رافضين يذكروا اسمائهم، بيحبوا مصر بجد، فقال لك دي حاجه بسيطه ايه من نبض العاصمه ومجموعه من الدكاتره. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. هي حاجه بسيطه حاجه بسيطه، وزي ما قلت لك ان شاء الله الدكتور محمود شحاته هنتابع معاه وهيشوف الحاله بتاعتك اول باول ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. رساله اخيره يا حاج سومه بقى تحب تقول ايه؟ رسالة أخيرة بوجهها لشعب المحلة، أنتوا فعلا شعب أثبتوا لي إنكم يعني شعب جدير بالاحترام والتقدير، فأنا فخور إنه عشت بينكم. سومي غامة كبيرة جدا جدا، في الأيام الجاية إن شاء الله هتعرفوه بعد ما يرجع بلده، لأن غاد من الغادة يعني مكافحين من أجلي وادي النيل. أنا بحب مصر والسودان، أنا دول بلدان أنا عشت فيهم وتحديدا المحلة. أتمنى الخير لكل صغير وكبير في المحلة بصراحة. واحنا نبض العاصمة طبعا ده بيتي يعني، وده يعني نبض العاصمة. أنا يعني أستاذ محمد عندي دي من القامات الإعلامية الكبيرة اللي أنا تعاملت معها. أنا تعاملت مع عدة إعلاميين، لكن أكثر شخصية قريبة لقلبي بصراحة أنت وأستاذ أسامة، المجموعة بتاعتنا تحديدا مكتبنا. ونحن إن شاء الله عندنا نبض العاصمة هيكون منارة الإعلام إن شاء الله بإذن الله في الشرق الأوسط ده.